السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فيديو النهارده باذن الله هنعمل مع بعض العوامات او لقمة القاضي او الزلابية، حسب ما انت بتحبي تسميها او حسب المحافظة اللي انت فيها مسميها ايه. زي ما انتم شايفين كده عملنا مع بعض زلابية في منتهى الجمال، خطيرة مقرمشة طرية كده من جوه ومقرمشة من بره وحاجة كده في منتهى الجمال. مش شاربة العسل بتاعها كده كتير، يعني تاكلي منها كده كمية كبيرة ما تحسيش ان السكر كده جزع نفسك، لا بتحسي ان انت عايزة تاكلي كمان. فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللون بتاعها كده. يلا بينا نخش على المقادير. زي ما انتوا شايفين كده معايا كوبايه ونص من السكر، يعني انا هفتح كيس السكر كده هحط منه كوبايه ونص بالكوبايات المعياريه ديت. ما عندكش الكوبايات المعياريه تقدري ان انت تحطي في كوبايه عاديه عادي. زي ما انتوا شايفين كده حطيت كوبايه ورجعت حطيت النص، ومعايا عصره الليمونه نص ليمونه، وكوبايه ميه واحده، مش هحط اكتر من كده. الكوبايه ونص سكر هحط لهم كوبايه ميه ونص ليمونه ورشه فانيليا صغيره. بقى اول ما ما تلاقيه بقى بدأ يتقل معاكي وخلاص قربت تخلص على النار. زي ما انتوا شايفين كده عصرت نص الليمونه وهرفعهم على النار، واول ما يبتدي العسل ان هو يتقل كده او الشربات يتقل، هضيف له نقطتين كده من الفانيليا السايله او الفانيليا البودر، لو عندك المتوفر عندك حطيه. حطينا الشربات على النار، تعالوا بينا بقى نعمل العجينة بتاعة الزلابية. هنحتاج لعجينة الزلابية كوبايتين دقيق. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت الكمية اللي انتوا شفتوها دي في اول الفيديو بكوبايتين دقيق بس، ما حطيتش اكتر من كده. كوبايتين دقيق خلطهم كده كويس. زي ما انتوا شايفين انا بحب انخل الدقيق لاي حاجة بستعملها، بتديكي النتيجة جميلة للحاجة اللي انت بتعمليها، معجنات مخبوزات اي حاجة تبقى حلوة فيها. زي ما انتوا شايفين كده حطيت نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وحطيت معلقة كاستر، معلقة كبيرة هرمية كده كاستر. الكاستر ده بيودي الطعم ولون الزلابية في مكان تاني، بيخليها لونها خطير وطعمها جميل قوي. انا كان عندي الكاستر فحطيت كاستر، لو ما عندكيش كاستر تقدري تحطي المعلقة الكبيرة دي تحطها نشا. بس حلاوة الكسر ان هو بيبقى طعمه حلو، فبيدي للعجينة طعم جميل، بيبقى فيه بقى فانيليا وكمان بيبقى فيه لون اصفر، بيخلي العجينة كده لونها اصفر من جوه وتبقى واخدة اللون الذهبي كده. وما شاء الله كانت طالعة تحفة، اللهم بارك. طبعا حطيت معلقة سكر كبيرة ورشة ملح صغيرة، وهنعجن بقى بالمية الدافية. اهم حاجة المية تكون دافية عشان تخمر معاكي العجينة بسرعة. يلا نقول المقادير تاني. كوبايتين دقيق، نص معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة كستر او تبدليها بنشا، معلقة سكر، رشة ملح، مية دافية للعجن. طبعا المية الدافية انا مش هقدر اقولك انا حطيت مية قد ايه، انا حطيت حوالي كوباية ونص من المية، لان في دقيق بيحتاج مية وفي دقيق لا. انت هتشوفي قوام العجينة معانا دلوقتي عامل ازاي، وهو ده القوام المطلوب. هنفضل نحط المية سنة بسنة كده علشان العجينة ما تخفش منك وتبقى عاملة زي عجينة الكريب. انا عايزة العجينة تكون مش سايلة قوي ولا ماسكة قوي كده، عشان برضو ما تخليش معاكي الزلابية طرية. لا انا عايزة العجينة كده يكون قوامها مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده قوامها تحفة، شايفين اللهم بارك قوامها عامل ازاي. انا كده خلاص كنت استكفيت من المية، حطيت حوالي كوباية ونص او كوباية وربع من المية. اللهم بارك. شايفين قوام العجينة عامل ازاي؟ عايزين قوامها كده فوق المتوسط، يعني لا تكون تقيلة قوي ولا تكون خفيفة قوي زي عجينة الكريب. عايزين العجينه يكون ملمسها حلو معايا. انا ما استعملتش ايدي خالص، بالمعلقه كده وفضلت اقلب فيها لحد ما بقاش فيها اي تكتلات وادتني القوام الجميل ده. سبتها بقى في الميكرويف كده. انا عندي بحب اخمر الحاجه في الميكرويف يكون مكان دافي كده، ما بشغلوش ولا حاجه، انا بسيبه عادي مفصول، يعني ما بسخنلهاش اي حاجه. انا بغطيها بس بكيس تلاجة كده نضيف او استرتش وادخلها كده الميكرويف، بلاقيها خمرت في نص ساعه او ربع ساعه لو انت في الصيف. حله كده انا حبيت احط في حله عشان تكون ايه زيت كده كتير عليها، وكمان عشان ما هدرش معايا زيت كتير لان طبعا الزيت غالي دلوقتي. فحبيت ان انا احط في حله صغيره كده عشان كميه الزيت تكون كبيره وكمان ما كنش هدرت في الزيت. جبت كده بقى معلقه زي ما انتوا شايفين صغيره، وبدات ان انا احط ايه العجينه كده بايدي. محدش يقولي طبعا انت بتعملي بايدك ليه، الاكل ده احنا اللي هناكله في البيت، ملناش مثلا ببيعه اونلاين ولا اي حاجه، انا بعمله لينا في البيت. وانت طبعا اكيد لو بتعملي لاهلك في البيت مش بتلبسي جوانتات او مش بقى ايه
بتتخذي بقى ايه اجراءات جامده في البيت. لا انت تعمليه لاهل بيتك. واكيد انا غسل ايدي ومنضفاها كويس، وبحطها كده في العجين زي ما انتم شايفين، وببدا اطلع من ما بين فتحه ايديا كده. شيل بالمعلقه على طول كوره صغيره، مش عايزين برضو الكوره تكون كبيره. شايفين طالعه عامله ازاي؟ اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. وطبعا بقلب فيها كده كل شويه عشان ما تتحرقش. انا بدل الزلابية وش واحد بس، في ناس بتحب تطلعها وتديلها وش تاني، لكن احنا بناكلها في نفس اليوم. لكن لو انت هبيتيها اديلها وشين، يعني طلعيها بدرجة اللون ده. طلعيها بقى تصفى كده من الزيت بتاعها، واول ما تبرد وتخلصي الكميه اللي معاكي تنزلي بيها تاني في الزيت وتحمريها بقى الوش الاخير. لكن انا عشان كنا هناكلها في نفس اليوم وكانت مقرمشه وجميله، فعملتها وش واحد بس، وبقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين كل شويه عشان كل الزلابيه تاخد لون واحد. لو انت مش حابه تعمليها بايدك كده، تقدري ان انت تحطيها في كيس تلاجة او كيس حلواني، وتبداي ان انت تنزلي بيها كده بالراحه وتقصي بالمقص حسب بقى الكوره اللي انت عايزاها. عايزاها زلابيايه كبيره شويه، عايزاها متوسطه. بس انا شايفاها ان الزلابيه دي حجمها حلو قوي، حتى في واحده كبيره جت مني كده ما عدتش عملت كبير خالص. شايفين حجم الزلابيه اللي طلعت دي؟ حجمها حلو قوي كده، مناسبه وجميله، واللون بتاعها زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك تحفه. طبعا اهم حاجه كل شويه ننزل المعلقة كده في الزيت علشان العجينة تقطع معاكي بسرعة، لانها هتبدأي تلاقي المعلقة بدأت تلزق منك كده ومش هتطلع العجينة مظبوطة. فزي ما انتوا شايفين انا بحط كده العجينة، ولقيتها بدأت تمسك شوية كده على المعلقة، بدأت ان انا اغطس المعلقة في الزيت كده زي ما انتوا شايفين عشان تبدأ انها تنزل معايا بسرعة. فلو انت مش حابه الطريقه دي تقدري ان انت تحطيها في كيس تلاجة زي ما قلت لك. لكن انا بحب استسهلها كده بدل ما اقعد احط في كيس تلاجة، وبحس ان انا ايه مش مرتاحه كده. لا انا بحب اعملها بالطريقه دي، بتبقى حلوه قوي. وانا عملتها معاكم على فكره بكيس تلاجة قبل كده على القناه، انزلي تحت شويه هتلاقيها لو انت حابه تعرفي طريقتها ازاي. لكن انا بحب اطلع الكوره كده من بين ايديا، بتبقى جميله جدا زي ما انتوا شفتم. معانا هنا بقى العسل زي ما انتوا شايفين كده، فضيته في بولة. اللهم بارك، طالع جميل شربات. لقمة القاضي او الزلابية بيبقى تقيل، ما بيبقاش خفيف زي شربات البسبوسة، لا بيبقى شربات تقيل كده عشان يمسك عليها كده وتفضل مقرمشة. لكن لو خليت الشربات خفيف، اول ما تنزل كده هتشرب الشربات وتلاقي العجينة بدأت او الزلابياية كده بدأت ان هي تطرى معاكي، فمش هتديكي النتيجة المظبوطة. شايفين اما بتطلع على مناديل مطبخ بتشرب الزيت، بمناديل المطبخ بتشرب منها الزيت كله، وبتاكلي حاجة ايه مش مزيتة كده خالص. فحاولي ان انت تطلعيها على مناديل المطبخ. زي ما انتوا شايفين كده الشربات تقيل ما شاء الله ازاي. هبدأ ان انا اسيبها دقيقتين 3 كده في الشربات، وهطلعها بقى في بولة تانية. هعمل بقى الكمية اللي معايا كلها بالطريقة ديت. شايفين بقى لون الزلابية عاملة ازاي؟ اللهم بارك، لونها تحفة. حاجة كده في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوة. هتاكلي زلابية ولا اروع من كده. وطبعا الكاستر، معلقه الكاستر ادت لها لون حلو قوي. حتى لو انتوا لاحظتوا وانا كنت بعمل العجينه كده، العجينه كان لونها اصفر، ده نتيجه معلقه الكاستر اللي احنا حطيناها. لكن عادي خالص ممكن تستبدليها وتحطي النشا. هنبدا بقى نطلعها كده في البوله زي ما انتوا شايفين لحد ما نخلص الكميه، ونبدا بقى نقدمها في الاطباق مع بعض ونرش عليها الصوص. ما شاء الله الكوبايتين عملوا معايا كمية حلوة قوي. يعني لو انتوا كده عدد افراد حلو كده في الاسرة، الكمية دي هتكفيكوا عادي، كل واحد كام واحدة كده. وشايفين المنديل بقى بعد ما خلصت شرب كل الزيت اللي كان فيه الزلابية، فاداني نتيجة تحفة زي ما انتوا شايفين كده. خلصت بقى الكمية اللي معايا كلها، وكمان اتبقى شربات. علشان تعرفوا بس ان الزلابية مقرمشة، الزلابية المقرمشة ما بتشربش شربات كتير. لو الزلابية شربت منك شربات كتير كده اعرفي ان الزلابية بتاعتك طرت منك. احنا عايزينها كده مقرمشة من بره وطرية من جوه، وهتشوفوا دلوقتي قد ايه هي طريه من جوه. هفتحها لكم، واهم حاجه تكون مستويه برضو، يعني ما تتسرعيش كده وتعلي عليها النار فتلاقيها خدت اللون الذهبي من بره والعجينه لسه من جوه كده ما استوتش، وتلاقيها معجنه معاكي كده ومش لذيذه خالص. نزلت كده في الاطباق زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ بقى نجيب الصوصات. انا اشتريت اكياس صوصات كده من بره، الكيس كان عامل بتهيألي 3 جنيه ونص، هما الكيسين كانوا عاملين 7 جنيه. لان جوزي كان عايز ياكلها زي اللي احنا كنا بنجيبها من راس البر. لو انتوا كنتوا متابعين فيديوهات راس البر بتاعتي، كنا بنجيب البولة صغيرة كده او الطبق صغير كده
ب30 جنيه. يعني ما كانش فيه الكمية اللي محطوطة في الطبق ده، والله كان اقل من كده كمان. كنا بنجيبه ب30 جنيه. يعني الزلابية غالية بره قوي، فاعمليها في البيت وهي هتوفر معاكي كتير. جبت انا بقى الصوصات ديت وبدات ان انا انزل كده، بس بصراحه الصوصين طلعوا عكس بعض خالص. الشوكولاته طلعت الصوص بتاعها تقيل قوي، كان طعمه جميل جدا. بس بصراحه الفراوله الصوص بتاعها طلع خفيف قوي، عكس الشوكولاته الصوص بتاعها كان تقيل حتى ومش راضي ينزل كده يتوزع معايا على على الزلابية. فغلبني كده شوية وبدأت ان انا اوزعه بايديا كده. وصوص الفراولة هتشوفوه دلوقتي اول ما هفتحه وارشه كده هتلاقيه كلته نزل في القاع كده. بس برضو كان عامل طعم حلو قوي بصراحة، هو كان صوص طعمه جميل. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت فيه ان هو كان خفيف ونزل في القاع كده بتاع الطبق. وبدأنا ان احنا ايه قبل ما ناخد الوحداية كده بدأنا ان احنا ايه نغطسها كده في الطبق. بس النتيجة كانت تحفة اللهم بارك. عايزة بقى تحط صوص لوتس، عايزة ترش عليها كده شوية سكر بودر، عايزة تاكليها كده سادة. يا ريت. يعني انا بفضل ان انا اكلها سادة، بس انا حطيت الصوصات ديت عشان ابو عمر بيحب عليها صوصات. فاللهم بارك كانت جميلة وطعمها تحفة. رب الوصفة تكون عجبتكم. وانتظروني الفيديوهات الجاية ان شاء الله، هتكون فيديوهات جميلة بإذن الرحمن. وطبعا لو انتي وصلتي معايا في الفيديو لهنا يا ريت ما تنسيش اللايك بتاعك وتشتركي في القناه لو انتي مش مشتركه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها، وتعملي شير لاصحابك وحبايبك لو الفيديو عجبك. زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا ازودها عسل كده من العسل اللي اتبقى معايا برضو، عشان ايه زوجي بيحب المسكرات شويه. تعالوا بينا بقى اوريكم. شايفين العجينه من جوه عامله ازاي؟ طريه خالص من جوه ومقرمشه كده من بره، وحاجه في منتهى الجمال. باين عليها خالص ان هي لونها اصفر كده بسبب الكاستر، وكمان طريه من جوه ومقرمشه من بره، وحاجه كده خطيره. انتظروني الفيديو الجاي. سلام.